السلام عليكم، أنا شيماء ودي قناتنا الجديدة رشة توفير. هنشارك فيها مع بعض أفكار اقتصادية ووصفات سهلة وسريعة. لو بتحبي التوفير والتنظيم ما تنسيش تعملي لي لايك واشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد. ويلا نقول بسم الله ونبدأ أول فيديو لينا. أول فيديو لينا هيتكلم معانا عن منيو لأكلات الأسبوع. طب المنيو ده يا شيماء هيكفي كام فرد؟ هيكفي إن شاء الله 4 أفراد. وممكن كمان يكفي 5 لو فيهم أطفال، يعني لو فيهم طفلين ولا حاجة إن شاء الله يكفي. طب ميزانيته كام يا شيماء؟ بصي احنا يعني بأمر الله هنحاول ما نتخطاش 710 يعني، ده حد أقصى. معانا 7 أيام ب7 وجبات للغدا ل4 أفراد أو ل5 أفراد، مشبعين بأمر الله. ومغذيين كمان وحاجات كلها من البيت يعني. هتتعمل في البيت والولاد بتحب تاكلها. هنبدأ نقول يوم السبت عندنا بانيه ومعاها مكرونة بالصلصة ومعاها سلطة. حابين بقى مكرونة عقل، مكرونة سباكيتي، مكرونة بنة، يعني اللي يريحكم. حابين تلغوا فكرة البانيه مثلا ونخليها بدل البانيه احنا يعني نجيبوا ربع كيلو مثلا لحمة مفرومة برازيلي ونعملوها مكرونة بشاميل. مفيش مشكلة. يعني مثلا احنا عاملين نص ب100 جنيه بانيه نص كيلو، فاحنا ممكن مكان البانيه دوت نجيب ربع بشاميل. ونعصجوه طبعا مع فلفل الوان، هو موجود في السوق اليومين دول ورخيص. مع بصل وجزر وكده، وهيعمل لي صينيه مكرونه كويسه. وربع كيلو المفروم البرازيلي النجيف يعني هيبقى ب65 جنيه. فهيتبقى لي كمان كده من المية بتاعه البانيه، فنكمل ونجيب بيها لبن وتمشي مثلا ايه بمكان البانيه والمكرونه، نمشيها يوم بشاميل. تاني يوم هعمل كشري مصري. طبعا كل الولاد بيحبوا حاجة اسمها كشري مصري، يعني احنا ككبار برضو بنحب ناكله. ويوم الاثنين هنعمله سمك بولتي. هنجيب الكيلو ونص سمك بولتي، كيلو ب100 جنيه. وهنعمله معاه رز صيادية وبابا غنوج كمان. يوم الاربع هنعمله بيتزا خضار، ولا هنحط فيها بسطرمه ولا هنحط فيها صدق ولا اي حاجه. يعني شويه دقيق كده ونعمله عجينه البيتزا، وهنبقى ان شاء الله نعملوها مع بعض. وعلى الوش بقى كده نجيبوا شويه جبنه موتزاريلا نحطوها، وشويه فلفل الوان، شويه طماطم، وصلصه البيتزا برضو هنعملوها مع بعض وهتدخل الفرن. والولاد اصلا بيعشقوها يعني. يوم الاربع هنعمله عجة، صينية عجة وفول بطماطم، وهنجيب معاها جرجير. ويا سلام بقى لو في برضو حتة جبنة قديمة كده ولا حاجة، ونحمصوا لنا رغيفين في الفرن. وطبعا اللي عامل دايت ما يجيش يشتكي بعد كده وما يزعلش مننا. يوم الخميس هنعمله صينية بطاطس في الفرن، يا اما البطاطس على النار من فوق مكعبات، ومعاها رز بشعرية وشوية سلطة وشوية مخلل. يوم الجمعة طيب يا شيماء هتعملي لنا ايه؟ ده يوم الاجازة بقى. نعمله وراك مشوية في الفرن ورز بسمتي مع شوية سلطات كده وشوية طحينة، واليوم ان شاء الله هيعدي. طب انتي قلت لنا دلوقتي المنيو الاسبوع واكلات كويسة وحلوة، بس لا انا اعتقد يعني ده متهيالي ما يعدي ال700 جنيه دوت. طب بصوا انا هنا بقى احنا ايه حاسبينها، يعني كل حاجة انا كاتباها هنا ومفنطاها وحاسباها لكم. هنجيبه ب100 جنيه بانيه نص كيلو. لو انت عندك المنطقة بتاعتك اغلى من 100 جنيه، مع ان الفراخ اليومين دول رخيصة، فاحنا هنقوله للراجل لا احنا عايزين ب100 جنيه بانيه. وهنجيب كيلو ونص سمك، السمك البولتي المقاس الحجم الكبير، يعني الكيلو 4 سمكات ب100 جنيه يبقى 150 جنيه. وهنجيبه 4 أوراق ب160 جنيه، على افتراض ان الورك هيكون ب40 جنيه، وده هيكون ورك حجمه كبير يعني ما شاء الله مش صغير. يعني ممكن كمان يتقسم الورك لجزئين، الدبوس والفخدة. طب ال3 أيام دول البروتين بتاعهم عاملين كام؟ عاملين معايا 410. طب فين بقية الأكلات يا شيماء؟ عندنا بقى هنا هنجيبه ب12 جنيه نص مكرونة عقل أو سباكيتشي علشان يوم السبت للبانيه والمكرونة. وهنجيب ب10 جنيه حمص شام، يعني ب10 جنيه دوت هيكون تمن وهيعمل كمية كويسة يعني. وهنجيب ب10 جنيه برضو عدس بجبة. وهنجيب ب12 جنيه اللي هو نص كيلو مكرونة للكشري مشكلة، يعني نجيبه ربع عقل على ربع سباكيتي. وهنجيب كمان ربع كيلو شعرية ب6 جنيه للرز ابو شعرية.
ومعايا كيلو ونص رز ب30 جنيه. الكيلو يبقى الاجمالي 45 جنيه. طب يا شيماء، هو الكيلو ونص رز هيكفي معايا ال7 ايام دول؟ ان شاء الله هيكفي معانا ال7 ايام، لان احنا هنا زي ما قلنا، احنا هنا عندنا دي اكلة مكرونة، وهنا في الكشري هناخده نص كيلو، وهنا برضو مع السمك هناخده نص كيلو، يبقى كده كيلو. والبيتزا ما فيهاش، والعجة والفول بطماطم هنستخدمه لها اليوم دوت عيش، وهناخده كمان نص كيلو هنا مع البطاطس المكعبات بالصلصة. طب يوم الفراخ احنا كده كده حاطين لها رز بسمتي. تمام، يبقى احنا كده بأمر الله الكيلو ونص رز هيكفوني مع الشعرية كمان، يعني انا ازود عليها برضو ايه، شعرية. مع كل نص كيلو احط معاه ربع مع كوباية شعرية. هجيب بعد كده ب30 جنيه رز بسمتي نص كيلو، اللي هو ب60 جنيه الكيلو. واروح للعطار بقول له عايزه ب5 جنيه بهارات رز بسمتي، اللي هي بهارات ويلز. يعني انا بستغنى عن اي بهارات مع رز الكبسه ده اللي هو الرز البسمتي، ببهارات ويلز دي بجيب ب5 جنيه وبحطها كلها. هجيب ب10 جنيه بتنجان كوبي علشان البابا غنوج، والبتنجان رخيص اليومين دول كمان، ف10 جنيه ده كده يعتبر كتير قوي. وهجيب ب10 جنيه نص كيلو دقيق. هجيب ب65 جنيه نص كيلو موتزاريلا. هيعملوا لي 3 صواني بيتزا مقاس وسط. انا بعملها في بيتي ولولادي بالنص كيلو، 3 صواني بيتزا وسط. وب5 جنيه خميره، 15 بطاطس، 15 طماطم. طماطم بقى نستخدموها زي ما احنا عايزين يعني. هندخله مع المكرونه، هندخله مع صلصه البيتزا، نستخدموها في سلطه. يعني الطماطم هتنفع، ما بتقولش لا في البيت. والطماطم الحمد لله اليومين دول ايه، رخيصه. هنجيب خيار ب10 جنيه، يا اما ممكن ازود كمان 2 جنيه واجيب يعني الكيلو. هو الكيلو الخيار اليومين دول برضو ب12 جنيه. وهجيب ب10 جنيه فول علشان يوم العجة ويوم الفول بطماطم. وهجيب ب25 جنيه بيض، اللي هم هيبقوا 5 بيضات، البيضة ب5 جنيه. وهجيب ب10 جنيه خضرة. طب يا شيماء، دي حسبتنا كام كده ان شاء الله بأمر الله؟ يعني انا والله نسيت، انا كنت فاكره حاسبه دول، بس نسيت ان انا اكتب المجموع هنا. دول طلعوا معايا لغايه هنا 410. وبقيه الوصفات وبقيه الطلبات دي كلها ان شاء الله هتقفل معايا 710، 705، 715 في الرينج ده. مش اكتر من كده. ونحاول يا جماعه نقضيها، يعني يوم كده ويوم كده ويوم كده، والدنيا يعني ايه الحمد لله اهي ماشيه. فاحنا كده معانا الاسبوع دوت فيه 3 اكلات بروتين حيواني، يوم بانيه ويوم وراك ويوم سمك. وفي يوم هناكله فيه برضو عجة، ده بروتين نباتي مش وحش. ويوم بيتزا طبعا يعني برضو مش وحشة. طب ممكن حد يقولك انا ما بحبش البيتزا، انت بقى يا ست الكل انت ممكن تشيلي النص كيلو دقيق، وتشيلي ال65 جنيه بتوع الجبنة. يبقى احنا كده معانا كام؟ معانا مع 75 جنيه. احنا بال75 جنيه دول احنا ممكن نجيبه كيلو أجنحة، ونعملوها مسلوقة ونحمروها للولاد مع شوية مثلا ملوخية ولا حاجة بشوربة، يعني هنطلع الشوربة ونجيب كيلو ملوخية ب10 جنيه ونعملها مكان يوم البيتزا. يعني دوت ايه، اقتراح تاني. بس يعني بما اننا في اجازة والصيف والولاد عايزين ايه اكلات زي بتاعت بره كده على طول، بدل ما يقولك يا ماما انا عايزه اشتري بيتزا، ولا يا ماما اديني اجيب طبق كشري من بره او الكلام ده كله. فاحنا حطينا الاسبوع دوت بيتزا، كل بيت على حسب هو بيحب ايه، وعلى حسب هو بيفضل ايه. في ناس لا بتحب ان هي تعمل اكل ورز وطبيخ وكده كل يوم، يعني دي طبعا حرية شخصية وتحترم برضو. بس انا بتكلم على الجيل اللي طالع، يعني اغلبيته بيحب الكلام ده. يعني هيحبوا الفراخ في الفرن مع الرز البسمتي، هيحبوا البيتزا، بياكلوا سمك، ياكلوا كشري، البانيه والمكرونة برضو. يعني هو ممكن اليوم اللي يكونوا فيه معترضين مثلا عليه او كده، اللي هو ايه، يوم العجة مثلا والفول بطماطم لو هم ملهمش فيه. بس والله بتبقى اكلة حرشة وجميلة وبتفتح النفس. وبكده كون انا يعني حاولت على قد ما اقدر اظبط لكم منيو اسبوعي يكون متنوع ويكون شامل يعني بمبلغ كده على قد الايد. لو حبيتوا ان انا انزل لكم وصفات تانية، يعني منيو تاني بمبلغ معين، يعني اكتبوا لي في التعليقات.
وان شاء الله احاول اعمل لكم منيو، يعني ايا كان اعلى من كده اقل من كده، وبامر الله هكون معاكم الاسبوع دوت واصور لكم الوجبات اللي انا هعملها دي وانزلها لكم عشان تكون آم، يعني يكون منيو عملي، مش ان هو كلام على الورق كده وخلاص. وربنا يزيد البركة في بيتي وفي بيوتكم، وان شاء الله اقابلكم في فيديو جديد. مع السلامة، باي باي.